خبر سار للجمهور المغربي بوجدة، ولكنه غير سار بالنسبة لحركاس، هذا في حال ما سيكون بلائحة وليد أمام ليسوتو. علمت هيسبورت من مصادر مطلعة أن الملعب الشرفي في مدينة وجدة سيستضيف مباراة المنتخب المغربي ضد ليسوتو ضمن الجولة الأخيرة من تصفيات كأس إفريقيا 2025. هذا القرار كما ذكرت الجريدة راجع بالأساس إلى التنظيم الجيد والأجواء الرائعة التي شهدتها مقابلتي المنتخب المغربي أمام إفريقيا الوسطى بالملعب الشرفي بوجدة. هذا نال إعجاب المسؤولين، الأمر الذي دفعهم إلى اتخاذ قرار إقامة مباراة الجولة الأخيرة أمام ليسوتو في المدينة نفسها. قبل هذا سيسافر المنتخب المغربي إلى ليبروفيل في نوفمبر المقبل لمواجهة منتخب الغابون في الجولة الخامسة من التصفيات قبل العودة إلى وجدة لملاقاة ليسوتو بعدها بأسبوع. يذكر أن المنتخب المغربي يحتل صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة رغم ضمانه